يا صباح الغريبة الناعمة والدايبة دوب صباح الفل عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. رجعنا بقى للوصفات العسولة الناعمة كده، الحاجات اللي هي ايه، الحاجات اللي تشرفك كده قدام ضيوفك، الحاجات اللي هتعمليها النهاردة. عايزة اقولك وداعا للغريبة، 1 2 3. يعني ايه 1 2 3؟ يعني كوباية، كوبايتين دقيق، كوباية سمنة، نص كوباية سكر. لا لا لا، احنا النهاردة هنعمل مع بعض الغريبة بطريقة كده وتكات مختلفة وشوية حاجات كده عسل، سهلة وبسيطة، بس بأمانة طعمها رهيب، بيوديكي في حتة تانية. بص بقى جمال الغريبة، حاجة كده كلها شبه بعض، مفيش واحدة لونها غير التانية، تسويتها رهيبة وطعمها رهيب. لو عجبك الفيديو بتاع النهاردة العسل ده، تعالي بينا نشوف مع بعض مكوناتنا وطريقة التحضير. بس عايزة أقولك على كلمة قبل ما نبدأ الفيديو. طبعا معروف كتير قوي ان الناس بتعمل زي ما قلت لكم الغريبه، هنعمل كوبايتين دقيق، كوبايه سمنه، نص كوبايه سكر. لا بصي بقى التسويه بتاعتها دايبه دوب وحاجه كده، ربنا يبارك، الف هنا. يلا بينا زي ما قلت لك نشوف مكوناتنا العسل والتكات البسيطه اللي احنا هنضيفها، وانا عارفه ان محدش بيضيفها غيرنا احنا. يلا بينا. طيب مبدئيا كده احنا هنشتغل النهارده، المقدار بتاعنا بيكون كالعادي: نص كيلو من السمنه، كيلو من الدقيق. انا وصفاتي كلها شغاله عليها العيد ده كيلو كيلو. جبت عندي هنا طبعا طبق فاضي، نشوف هنضيف فيه ايه. نص كيلو من السمنة ما يعادل 500 جرام، كوبايتين ونص من السمنة. تاني، نص كيلو سمنة، كوبايتين ونص ما يعادل 500 جرام من السمنة. خلاص، بعد كده هضيف عندي عليها 200 جرام من السكر البودر. وهي دي بقى الحاجات الحلوة اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة. الغريبة يا جماعة ما بيتحطش عليها سكر كتير قوي، السكر الكتير بيخليها تفرش منك وبتنشف، وبعد وقت بتبقى عاملة زي الحجرة. قللي السكر هتبقى معاكي طعمها حلو. ضفت عندي زي ما قلت لكم 200 جرام من السكر. قد ايه يا ايمان 200 جرام من السكر؟ قد ايه؟ هكتب لك كل حاجه في صندوق الوصف، عشان انا برضو بتلخبط ساعات في المقادير وانا بشتغل. وبعد كده ضفت عندي معلقتين لبن بودره، وهي دي بقى التكه اللي بقول لك عليها، بتخلي لك الغريبه في حته كده ومكان تاني. ما ينفعش لبن حليب، لازم لبن بودر. بعد كده ضفت عندي بيضه، وهضيف عندي 2 من كيس الفانيليا. هي بقى دي الحاجات اللي هتخلي الغريبه معاكي كده رهيبه. انا عارفه ان في ناس ما بتضيفش لبن بودرة وما بتضيفش عليها بيض، بس بأمانة الوصفة دي جربيها من أختك وهتطلع معاكي حاجة رهيبة. بالنسبة للفانيليا دي، ريحتها حلوة جدا جدا يا جماعة. ده بيكون 2 جرام الكيس، يعني أنا ضايفة عليها 4 جرام من الفانيليا عشان البيضة، وكمان تديكي ريحة حلوة. لو انت عايزة تضربيها على ايدك مفيش مشكلة، عايزة تضربيها بالخلاط مفيش مشكلة، هاند بلندر مفيش مشكلة، مضرب سلك مفيش مشكلة. انا هضربها على ايدي وبعدين هرجع معاكم تاني. في الاخر احنا عايزين نتيجة واحدة، نضرب كل حاجة. بعد كده ضربتها زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وهنزل بقى عندي بالدقيق شويه شويه. المفاجاه بقى، الناس تقول لك بتاخد كيلو دقيق. لا، الغريبه ما بتاخدش كيلو دقيق. الغريبه من المعجنات الخبيثه جدا جدا، وانا دايما بسميها المعجنات الخبيثه. الغريبه بالذات من الحلويات الخبيثه اللي دايما بتخبي جواها السمنه. فانت بقى تدعكيها دعكه تمام، وهوريك ازاي. هي هتاخد معايا، ممكن اديها كيلو دقيق تاخده، بس انا مش هديها كيلو دقيق كله. خلاص، هبدأ ان انا هعجن بالشكل ده. اعجنيها، بصي ما تخافيش منها. اقولك لفيها، لا لا ما تلفيش، انت اديها تمام، يعني مش هتعمل معاكي عرق ولا هتعضم، لان هي ما فيهاش سوائل، ما فيهاش حاجات مثلا زي الكحك بسكر عليه ميه، ما فيهاش زي البسكوت بيخش له لبن، ما فيهاش. يعني اديها، اديها تمام، لان هي عباره عن سمن سكر زي الفل تمام. ودقيق، نفضل نعجن فيها بالشكل ده لغايه لما تلم كده على بعضيها. طبعا السمنه، اي نوع سمنه عندك، عشان محدش بس يقول لي انت بتشرطي، اي نوع سمنه عندك حطي. انا للامانه فاض عندي، يعني هي الوصفه بتاعت النهارده خدت حوالي يعني 4 كوبايات ونص من الدقيق. خلاص، لانه كيلو الدقيق صدقوني يا جماعه بساعات بيبقى مكتوب على الكيس 900 جرام، وساعات بيبقى مكتوب عليه كيلو. خلاص، بس انا خدت حوالي 4 كوبايات ونص من الدقيق معايا. خلاص بالشكل ده اهو. بصي بقى عايزه اوريكي حاجه، شايفه؟ بصي بقى الحته اللي انا عجنتها بقت بيضه ازاي. دي بقى لما عجناها حلو، بصي دي صفرة ودي بيضه ازاي. الغريبه لازم تعجنيها كده، بصي بالشكل ده. هوريكي حته تانية اهي، اعجنيها اعجنيها، بصي ازاي بتخرج معاكي السمنه وتتعجن اهي، مش بتشقق زي الفل، طريه وربنا يبارك عسل. هناخدها بقى نعجنها عجنه حلوه كده، وبعدين نرجع مع بعض بنعملها زي اي حد عادي، ما فيهاش اي افتكاسات، بس هي التكات البسيطه اللي بتديكي طعم الغريب. ممكن تعملي نص المقدار، وزي ما قلت لكم هكتب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. بعد كده باخد حته صغيره زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده،
وبمسكها كده بعجنها على ايدي حتة حتة اهي، تبقى طرية معايا. وعندي انا دايما بحب الحلويات اللي هي الشوكوبون دي، ممكن تحطي فورماسيه، ممكن تحطي فول، ممكن تحطي لوز، ممكن تحطي اي حاجة عندك حطيها، مفيش مشكلة. عايزة تعملي ما عندكيش حاجة خالص ونفسك تعمليها تغيري كده شكلها، بتاخدي قطعة من العجينة وتحطي عليها حبة كاكاو، وبترجعي تطريها كده شوية بأي حاجة، وبتبقى معاكي تحطيها كده في النص، بتبقى شكلها جميل أوي. خلاص اهو هخلص بس الكمية بتاعتنا كده وربنا يبارك، ونعبي طبعا الصواني وبعدين نرجع مع بعض. بالنسبة لتسوية الغريبة بتبقى دي يعني معروفة على 140. في ناس قالت لي، طب كتبت لي قالت لي طب انا ما عنديش يعني مثلا درجة حرارة معينة، انا البوتاجاز بتاعي ما فيهوش حاجة بعرف بيها الارقام. بصي يا حبايبي، الغريبة من الحلويات اللي تحب النار هادية خالص، يعني احنا بنسخن جامد وبعدين بنحطها على نار هادية خالص، يعني كأنك بتعملي كيكة في الآخر خالص ومهديه لها نار عشان تستوي براحتها. هي بتبقى الغريبة من الحلويات دي. ولو انتي البوتاجاز عندك دايما بيطلع نار عالية، تجيبي صينية بتحطيها فيها مية مغلية وتحطيها تحت، بتعزل السخونة عنك شوية. طبعا انا عبيت معاكم الاول صينيتين زي ما انتم شايفين بالشكل ده. عايزة اوريكي شكل الغريبة قبل ما تدخل الفرن وبعد ما تطلع من الفرن. بجد رهيبة، ما فرشتش قوي عشان ده بدليل على ان السكر مطحون حلو. سكر بودر يا جماعة، مش سكر خشن، سكر بودر، ولازم يتنخل قبل ما نشتغل بيه. بصي بقى العسل، جميلة 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 جميلة، ربنا يبارك. دايبة دوب، صدقوني انا بستحرم ان انا امسك الحاجة عشان اوريها لكم دايبة اكسرها، بجد ببقى يعني بقول حرام، لان حرام ان الواحد يمسك حاجة زي كده. وبصي شايفة دايبة دوب مش متحملة اساسا، طعمها بيبقى رهيب، بجد طعمها بيبقى رهيب. يعني شوفي لسه كام يوم على العيد وبتحطيها كده لما بتقدميها كأنك لسه عاملاها حالا. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم. مرة تانية كل سنة وانتم طيبين يا رب، بصحة وسعادة، وتتعاد عليكم الأيام بخير عليكم وعلى بيتكم. امين يا رب. وتكون الغريبة العسولة الجميلة أوي دي عجبتكم. بالنسبة طريقة الحفظ، علب مقفولة بتقعد شهور. باي باي.